السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو النهاردة هنعمل فيه مع بعض شوية تجهيزات هتوفر معانا كتير، هتوفر معانا في المصروف وهتوفر معانا في الصحة. طول الشهر هنظبط بيها الميزانية. تجهيزات بعتمد عليها دايما وبفضل من ربنا بتنظم معايا مصروف البيت. بس لو انتي اول مرة تشوفيني، انا اختك فوزية. يشرفني اشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو وفعلي الجرس علشان كل حاجة بنزلها يوصلك اشعار بيها. اكتبيلي في التعليقات علشان ارحب بيكي حبيباتي. فضلا ما تنسوش اللايك لانه بيدعمني وبيرفع الفيديو. اول حاجة عايزة اقول لكم ان انا نزلت اشتريت شوية فاكهة، قلت اعرضها معاكم. الفاكهة دي هنستخدم منها حاجات في التجهيزات بتاعة النهاردة. جبت مانجا. هي طرية شوية، بس دي علشان العصير. انا غسلتها، هنشفها واشيلها زي ما هي كده في الفريزر. جبت جوافة، يعني قبل الجوافة ما تخلص. جايبة منها الأبيض الحلو ده، وجايبة كمان الأخضر لأن أنا عندي ناس بتحب الجوافة الخضراء، تحبها ناشفة كده. جبت بقى التين ده، وده من أهم الحاجات اللي أنصحك تجيبيها في الوقت ده لو انتوا بتحبوا مربى التين. شوفي انتي برطمان التين هيكلفك قد ايه. أنا جايبة ال3 كيلو تين دول، يعني عاملين حوالي 100 جنيه، 110 105، يعني مش فاكرة بالظبط كام، بس هو أزيد من 100 حاجة بسيطة. أنا جايباهم علشان أعملهم مربى. مش هتكلفي كتير، بس هتطلعي كمية حلوة من المربى تفضل عندك تنفعك في سندوتشات المدارس. حاجة انتي عاملاها بإيدك لولادك، عارفة كل حاجة فيها طبيعية، مش ما فيهاش أي ألوان صناعية ولا فيها أي حاجة، فدي طبعا هتكون شيء مغذي جدا ليهم وحاجة حلوة. جبت كمان حاجة كده قبل ما تخلص. جبت طبق المانجا ده الطبق ده كيلو فص ب100 جنيه. بصوا انا مش هكدب عليكم، احنا بناكل الفص المانجا دي مره واحده في السنه، لانها طبعا المفروض ان هي بتبقى اغلى من كده، بس انا لما لقيتها ب100 جنيه كيلو على بعضه، فحسيت ان هو حلو قوي فجبته. يعني كل سنه وانتم طيبين. اول الشهر بقى وبندلع الولاد شويه، مفيش مانع يعني ان احنا نرفههم كده. فجبت الفص ده للاكل، يبقى المانجا دي للاكل، لكن المانجا دي كنت جايباها ب 30 جنيه الكيلو. يعني الاربعه دول مش فاكره عملوا كام، لان كانت حسبه كلها على بعضها مع شويه حاجات تانية. بس ده كان الكيلو ب 30 جنيه. نقيت منه، بصي هي سليمه ما فيهاش اي حاجه خالص، سليمه اهي. كانت خر عسل وحاجه حلوه خالص. بس هي طريه، يعني بصي طريه شويه، شايفه انا بضغط عليها طريه. طبعا دي انا مش هعملها دلوقتي، انا هحطها كده في الفريزر هي بتجمد، ولما بطلعها بعملها وهي متجمده زي ما هي عادي. دي بس شويه حاجات حبيت اقول لكم عليها، وحبيت اقول لكم كمان على التين. يعني حتى لو التين غالي، لو عندك ب40، لو عندك ب30، ب45، ايا كان، صدقيني اي كميه انت هتجيبيها هتوفر معاكي كتير قوي في الصحه، وهتوفر معاكي كمان في الفلوس. شوفي برطمان المربى بيعمل كام دلوقتي. وزي ما شفتوا كده الفاكهة اللي انا جبتها برضو هنستخدمها في التجهيزات. اول حاجة ناوية اعملها معاكم وهو صنف من المصنعات اللي ما كنتش بحب اشتريه من بره خالص، ولما عملته في البيت ما كنتش مصدقة ان النتيجة هتطلع حلوة كده، علشان كده حبيت اشاركها معاكم. اول حاجة في الكبة هضرب كمية من الفلفل الاحمر، ودول كانوا الحبة اللي موجودين عندي. كنت جايبة فلفل الوان وقطعته وشلته في الفريزر، طلعتهم وضربتهم في الكبة ضرب ناعم جدا. وكمان طلعت كيس لحمة مفرومة من اللي كان عندي. انا كنت جايبة كيلو لحمة مفرومة، قسمته على 3 كيس 300 جرام، وكيسين كل كيس منهم 350. ده كانت 300 جرام. خدتهم وضربتهم على كمية الفلفل اللي انتوا شايفينها قدامكم، يعني حوالي فلفلاية كده. ضربتهم كويس لحد ما اختلطوا مع بعض. وكنت جايبة من عند العطار ب10 جنيه توابل صدق. بس وانتي بتشتري شوفي عطار يكون كويس وحاجته كويسة، علشان يعني تكون الرجل شغالة عليه، فما تكونش الحاجة مركونة عنده. انا خدت معلقة كبيرة من توابل الصدق، وعايزة اقول لكم ان الكمية اللي فاضلة ممكن تعمل معايا اكتر من مرة، يعني مرتين يعني مش عايزة اقول مرتين، ممكن 3 4 مرات. المهم التوابل هتكون عبارة عن معلقة كبيرة من بهارات الصدق، نص معلقة فلفل اسمر،
نص معلقة جنزبيل بودر، نص معلقة باربيكيا. حطيتهم على بعض كلهم وخلطتهم، وحطيت معلقة نشا علشان الصباع لما تحطيه ما يفكش منك على النار، وعجنتهم كويس كويس. وبعدين سبتهم في التلاجة شوية يرتاحوا، وطلعتهم كورتهم زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت اصبحهم من غير هنك ولا اي حاجة. انا بس يا دوبك على الكيس حطيت عليه شوية زيت وببتدي امشي. اظن الطريقة شرحة نفسها قدام منك في الفيديو، سهل قوي لو جربتيه. بعد كده حطيته في الفريزر يجمد شوية، وبعدين طلعته وابتديت احمر منه شوية في الزيت الحبة دول علشان يستووا. حمرتهم وبعدين طلعناهم قطعناهم قطع صغيرة، وعملنا بيض بالصدق والولاد فطروا. وبعد كده عملت لهم على الغدا كمان طبق صدق حلو كده بالبصل والفلفل والطماطم. قطعت البصل شرايح وشوحته، وبعدين عليه الفلفل، وكنت مشوحة اصلا الصدق علشان ده لحمة نية، فعلشان اضمن ان هو استوى بسويه الاول بره، وبعدين قطعته وحطيته على الخلطة دي ونزلت عليه بشرايح الطماطم. للأمانة ولادي بيحبوا الخضار دايب، فعلشان كده سويته كتير على النار، لكن انت ممكن تقلبتين كده ويبقى الأكل جاهز عندك، أو على حسب ما بتحبي انت وولادك. طبعا ما حطيتش توابل أكتر من كده، يا دوبك بس رشة فلفل أسمر وشوية ملح، وكانت الأكلة جاهزة. لأن توابل الصدوق بتكون مغطية على كل حاجة. بجد الصدوق ما كانش يعني عايزة أقولك مش ما يفرقش عن اللي بره، لا بجد هو أحلى من اللي بره. لو عملتيه بجد مش هتشتري صدوق تاني من بره، وانت اللي هتعمليه كل مرة، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ناوية كل شهر اعمل حاجة كده من المصنعات وما نشتريش من بره. تاني حاجة عملتها وهي مربى التين او اي نوع مربى. اي فاكهة موجودة في السوق ما تضيعيش الفرصة دي من ايدك واعملي بيها مربى. طريقة المربى تقريبا بتكون واحدة لأغلب الفواكه. قطعيها قطع وسط أو صغيرة، أنا بحب أقطعها وسط علشان تفضل موجودة ولاقي قطع الفاكهة في المربى. وبعد كده بحط على كل كيلو فاكهة كوباية سكر. لو انتوا بتحبوا المربى مسكرة قوي حطي كوبايتين، لو بتحبيها وسط حطي كوباية ونص. انا عن نفسي بحبها مش مسكرة، فعلشان كده بحط كوباية، ويعني نفسي اقلل كمان عن الكوباية. طبعا انا قطعت الفاكهة وركنتها يوم كامل في التلاجة. طبعا هي خرت المية بتاعتها، وبعدين بسويها في المية اللي هي خرتها دي، بحط لها مية ولا اي حاجة. اي فاكهة هتعمل معاكي كده. هعرف ازاي ان هي استوت؟ باخد شوية على طبق وبعمل خط في النص بالمعلقة. لو لقيت الخط رجع تاني واختفى خلاص ما بقاش فيه خط، يبقى كده لسه ما استوتش. الخط فضل موجود يبقى كده استوت. بطفي قبل ما بطفي عليها بحط لها معلقة ملح ليمون وبعصر عليها ليمونة، علشان طبعا الملح الليمون يبقى مادة حافظة. معلقة صغيرة خالص. بعبيها في برطمانات ازاز، علب صغيرة، ما بعبيهاش في حاجة كبيرة، لان انا هشيل البرطمانات دي في الفريزر ومش هيجرى لها حاجة ولا هتتكسر ولا اي حاجة الحمد لله. يعني ما شاء الله بقالي سنين بعمل كده وما بيجرالهاش اي حاجة. جربي، ولو خايفة حطيها في علب بلاستيك صغيرة. وبعد كده البرطمان او العلبة اللي احنا هناكله منها بطلعها احطها على الرف، والباقي موجود في الفريزر عادي جدا لحد ما المربى تخلص تكون في فاكهة جديدة نزلت. بعملها ملك التجهيزات، واهم حاجة في التجهيزات طبعا الفول والفلافل، ودي بقى من الحاجات اللي مفيش بيت في مصر متهيألي يقدر يستغنى عنهم. طبق الفول الحلو كده ومعاه طبق الفلافل، مهما قالولك ده لونه مغير مش طعمه زي بتاع الراجل بره، اي حاجة من اللي هم يقولوها لك اضربي بكلامهم عرض الحائط. طبق الفول دلوقتي علشان تعمليه وتتكلفي مبلغ هو والفلافل، فانت اعمليه في البيت. وعلى رأي المثل ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. هما مرة مع مرة هيتعودوا على طعمه ومش هيحبوا الا هو، مش هيعجبهم بعد كده عمايل الراجل. زي ما شفتوا كده انا كنت نقع الفول. وليه بنقع الفول؟ بنقع الفول لان ده بقوليات،
لو ما نقعتوش هيعمل لنا مغص والتعب بقى، ويبقى بيعمل في البطن، وده اللي بيخلي الولاد مش بيحبوا الفول. لكن لما تنقعي الفول وتغيري عليه المية هيبقى حلو ان شاء الله وما يتعبهمش. بحط الفول وبحط عليه شوية عدس برضو منقوعين حبة، وكمان شوية غلة وليمونة ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وبحط عليه مية سخنة وبسيبه بقى يستوي مع نفسه على النار. بسيبه كام ساعة. في ناس انا عارفة بحطه ساعة ساعتين تقولك خلاص استوى. انا بحطه من 6 ل7 ساعات على النار شمعة، هو بيستوي ويبقى دايب زي ما انتوا شايفين كده، ولونه بيفضل حلو طالما انا ما زودتلوش اي مية ساقعة وما ركنتوش وما كشفتش عليه كتير وما سبتوش كتير يبرد. تمام. لما بيبرد حبة كده يعني ما يبردش قوي، بناخدوه وعبيه في الاكياس على قد الاكلة اللي انا عايزاها. عايزة تعبي اكياس كبيرة وتطلعي تعملي مرة واحدة وتشيليه في التلاجة وتريحي نفسك، بس يعني مع الحر اللي احنا فيه ممكن يحمض. فانتي برضو اعملي على حبة على حبة على القد، وان شاء الله يعني سهلة. اما بقى بالنسبة للفلافل فانا برضو كنت نقعاها. طب افرضي انتي نقعتي الفول المدشوش ده وبعد كده الوقت ما اسعفكيش وما قدرتيش تعمليه، صفيه من ميته وعبيه في كيس وحطيه في الفريزر. لما تيجي تطلعيه طلعيه سيبيه يفك شوية وحطي عليه حبة مية كده واشطفيه فيهم، هيرجع عادي اكنه ما اتشالش في الفريزر ولا اي حاجة. بعمل الفلافل ازاي؟ بحط عليها طبعا بصل اخضر او كرات لو موجود، وبصل وتوم وحزمة كزبرة. ما بحطش انا لا بقدونس ولا شبت على الفلافل. يبقى قلنا الفول والبصل الاخضر او الكرات لو موجود، وبصل عادي وتوم كزبرة خضراء. بضربهم في الكبة. ما عندكيش كبة، انا عن نفسي بعيد فرمهم تاني في المفرمة بتاعت زمان بتاعت البسكوت. بعد ما بضربه في الكبة انا بس بسهل على نفسي. ما عندكيش كبة، ابتديه من الاول في قلب المفرمة الحديد دي اللي انا هتشوفيها دلوقتي في الفيديو. ما عندكيش لا دي ولا دي، اعملي حبة صغيرين بحبة صغيرين واضربيهم في الخلاط وحطي عليهم شوية مية، بس برضو ما تضربوش في الخلاط قوي. هقولك ازاي. حطي الخضرة والبصل والثوم وشوية مية صغيرين في الخلاط واضربيهم هما مع بعض هيعملوا مية. نزلي بقى فيهم الفول، ساعتها هيتحول معاكي الفلافل وهيبقى حلو. انا عن نفسي اول ما اتجوزت لا كان عندي كبة ولا كان عندي مفرمة، كنت بعمله كده زي ما بقول لكم في الخلاط. ما بحطش عليه توابل لما باجي اشيله في الفريزر. الكيس اللي هطلعه اللي هعمله ساعة الفطار هو اللي بحط عليه التوابل زي ما انتوا شايفين. قسمته وحطيته على حسب بقى كل أكلة، طبعا كل واحد والكميات دي حاجة ترجع لك انت. بفرده كده علشان لما اطلعه يبقى سهل على طول الاستخدام. تعالوا مع بعض بقى نحضر فطار حلو كده ولذيذ من الحاجات اللي احنا عملناها. فطار لو جبتيه من بره هيكلفك شي وشويات، لكن من البيت هيبقى زي العسل. بصوا الفول زي ما هو متجمد، انا كنت مطلعاه بقاله شويه محافظ على لونه وما جرالوش حاجه. هحط له ربع كوبايه ميه كده وعلى سهرية صغيره يعني على النار حاجه بسيطه كده شمعة، وهسيبه يفك مع نفسه وهو هيفك ويبقى حلو. اما الفلافل فزي ما انتوا شايفين كده هتبلها. هحط لها ملح وكمون وشطه على قد ما انتي بتحبي، مش هحط لها اي حاجة اكتر من كده. لو انتي بتحبي تحط لها كزبرة ناشفة حط لها، لكن انا الصراحة مش بحبها. حتى لما كنت بجيبها من عند الراجل كنت بنقي منها الكزبرة. بالمناسبة، عارفين لما الراجل بيقول الفلافل المحشية هي الحشوة دي عبارة عن ايه؟ لو حد يعرف بالظبط يقولي. اعتقد ان هي بصل بس معمول ازاي ومحطوط عليه ايه؟ لو حد يعرف يقولي في التعليقات. هقلي الفلافل وهعمل شوية فول بالدقة الحلوة اللي احنا عاملينها، وهقطع عليه طماطم وخيار. اعمليه بالطريقة اللي تعجبك، الطريقة اللي بيحبها ولادك. بيحبوه بقى بالثوم والصلصة اعملوه لهم، بيحبوه كده اعملوه لهم. شوفي انتي هم بيحبوا ايه واعملي لهم. قطعت شوية خيار وعملت الفلافل وطبق الفول والمخلل والمربى الحلوة اللي احنا عاملينها،
وجبنة، وكان عندي بابا غنوج رحت طلعته برضو لو حد حابب يغمس. طبعا الفطار ده شوفوا بقى لو انت هتجيبيه من بره هيكلفك قد ايه. وسخنا عيش والحمد لله على كل حال. تعالوا بقى اقول لكم على الكيكة الحلوة دي اللي عملتها بمناسبة عيد ميلادي. اول حاجة حطيت بيضتين، وكمان عليهم طبعا رشة فانيليا، وحطيت كمان تلت كوباية زيت، وحطيت نص كوباية سكر، وهضرب كل ده مع بعضه لحد ما يندمج ويدوب كله في بعضه. كنت ساعتها على النار بدفي نص كوباية لبن، هدفيها يعني. انا كنت عايزة الصراحة اسخنها قوي، بس انا ما افتكرتش الا متأخر ان انا اسخنها. حطيت الزيت وبرضه هقلب، يعني ممكن تضربيهم في الخلاط بس هي مش مستاهلة. حطيت بقى كوباية ونص او ربع كده دقيق، وبعدين هحط رشة الملح وهحط معلقة بيكنج باودر وهقلبهم كلهم. هتلاقي الكيكة كده معاكي قوامها تقيل. نص كوباية اللبن بقى هي اللي هتظبطها. طبعا انا هنا مقللة المقادير، هي دي ما لو بصيتوا لها هتلاقوها يعني قريبة قوي من مقادير الكيكة العادية، بس انا مقللة المقادير للنص لان الحقيقة مش عايزة اعمل كيكة كبيرة. لما هضربها دلوقتي هتلاقيها بقت اكنها كيكة وصلت لقوام الكيكة العادي. هصبها في صينية مدهونة زبدة او سمنة او زيت او ايا كان، وهدخلها الفرن. مش هتاخد وقت طويل، تابعيها يعني. دي مش هتقعد اللي هي الساعة الا تلت، دي ممكن تقعد نص ساعة بس، لانها طبعا انا عاملاها في صينية اكبر من المقاس اللي هي المفروض تتحط فيه. المفروض دي تتحط في قالب نص ده، بس انا عايزاها مفرودة، مش عايزاها تبقى عالية ولا تقب. هجيب بقى باكو كريم شانتيه دريم، وكمان كان عندي حبة هحطهم بس هزودهم كمان شوية. هعمل كريم شانتيه عادي، هحط زي ما المقادير اللي مكتوبة على العلبة. هحط ربع كوباية حليب، وهضربها بالمضرب لحد ما تعمل معايا كريم شانتيه. بصراحة يعني انا كنت فاكرة ان الباكو ده هيكفي، لكن حسيت ان الكمية قليلة، فجبت حبة كانوا عندي مركونين كمان وحطيتهم وزودتهم، وحطيت بقية اللبن زودته، وفضلت اضرب لحد ما خدت كمية. ويعني لو كترتي هتبقى حلوة، بس هي بصراحة كانت حلوة. وبعدين هحطها في التلاجة علشان يتماسك. كانت في الوقت ده الكيكة بتاعتي استوت. طلعتها من الفرن وسبتها يعني على جنب تبرد، مش مشكلة او ما تبردش، المهم جبت كوباية لبن وحطيت عليها معلقتين سكر وهصبها على الكيكة بعد ما اكون عملت فيها شوية ثقوب وفتحات كده، علشان بس اتأكد قدام منكم اهي ان هي مستوية وجميلة وكل حاجة. المهم الكيكة بصراحة كانت عايزة كمان نص كوباية لبن ومعلقة سكر، يعني علشان اكون صادقة معاكي. لو حابة انتي تكرري نفس المقادير اللي انا عاملاها اعملي كوباية ونص وحط لهم 3 معالق سكر. في اللحظة دي بقى انا هسيبها خالص لما تشرب اللبن وما يبقاش فيها اثر للبن خالص. بعد ما شربت اللبن وبردت وبقت تمام التمام، هجيب بقى الكريم شانتيه. وانا لا عندي على فكرة الحاجات اللي بيفردوا بيها ولا اي حاجة، انا اشتغلت بالسباتيولا كده، وجبت سباتيولا تانية وقعدت افرد واظبط الدنيا كده. يعني بصي بأبسط الامكانيات ممكن تعملي حاجات حلوة كتير لولادك وتسعديهم وتسعدي نفسك. انا كنت عاملة التورتة دي او الكيكة دي بمناسبة عيد ميلادي، بدل ما اشتري تورتاية من بره واتكلف فيها مبلغ محترم. هفردها كويس وهحاول اني افردها، وهمسح طبعا الطروف وهحطها في التلاجة علشان تمسك عليها برضو. طبعا احنا بعد كده رحنا اتغدينا ورجعت عملنا ايه بقى؟ عملت الكراميل. عملت الكراميل ازاي؟ حطيت نص كوباية سكر وقعدت اكرمله على النار لحد ما، يعني انا حطيته اول ما حطيته ما قربتش منه، لما ابتدت حروفه كده لونها يغير. وعلى فكرة دي اول مرة اعمله، ابتديت اقلب فيه علشان ما يتحرقش مني. وبسرعة قبل ما يتحرق هنزل عليه بمعلقة قطعتين الزبدة، وبعدين اول ما يدوبوا هنزل عليه بكوباية اللبن. طبعا انا كنت هنا خايفة جدا لان انا زي ما قلت لكم انا اول مرة اعمل الكراميل ده. اتفاجئت ان هو اول ما حطيته كده ان هو كلكع،
بس بعد كده بقى كويس وفك عادي وبقى حلو جدا، ويعني كل اللي دقها قال لي عليها ان هي حلوة قوي. طبعا القوام لو حطيتي لبن بزيادة افضلي قلبي كده، هو هيمسك مع نفسه، بس انتي اعرفي ان هو لما يبرد هيمسك اكتر. طبعا ايه، طلعته سبته يبرد، ما بردش قوي يعني، وصبيته بسرعة لان الولاد كانوا واقفين بقى مستعجلين ويلا يا ماما يلا يا ماما، يعني حاجة بقى حلوة بنعملها وعايزين يشوفوا النتيجة، فعملتها وحطيته كده. المفروض كنت احطه في، كنت يعني بعد المرحلة دي المفروض كنت اخدها تاني ادخلها التلاجة، بس احنا الصراحة استعجلنا وكلنا لان كمان ابني كان نازل، فالصراحة كان طعمها حلو قوي وكان يوم لذيذ وكانت حفلة حلوة. احلى حاجة ان يوم عيد ميلادك ما تستنيش ان حد يعمل لك حاجة، انت اللي ساعديهم واعملي لهم انت الحاجة الحلوة، علشان يعني يحسوا ان فعلا يوم عيد ميلادك ده يوم حلو ويستنوه من السنة للسنة. سامعين بنتي وهي بتكح؟ دعواتكم ليها بالشفاء. دور وحش قوي، ربنا يكفيكوا الشر يا رب ويحفظكم، بجد الدور وحش قوي. دعواتكم كده ان هي تخف وتقوم بالسلامة، الدور الكحة مسكاها والبرد يا عيني تعبت قوي. المهم زي ما انتوا شايفين كده، زي ما بقول لكم كان المفروض ان هي تدخل التلاجة، لان فعلا هي لما الجزء اللي فضل منها بات في التلاجة لتاني يوم كان طعمه ألذ من اللي احنا كلناه اول يوم يعني. فاهميني؟ يعني اعملوها وقعدوها في التلاجة شوية هتستمتعوا بيها وبجمالها. لحد كده ويكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا بالتجهيزات اللي فكرتكم بيها، لاني عارفة ان انتوا ستات شاطرة قوي وبتعملوا كل الحاجات الحلوة دي. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تكوني اشتركتي من الزرار اللي تحت الفيديو وفعلتي الجرس علشان كل حاجة بنزلها يوصلك بيها اشعار. ما تنسوش اللايك، اكتبولي في التعليقات، كلامكم الحلو بيشجعني. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.